اهلا وسهلا بيكم في قناه دار الصباح. تعالوا بقى نشوف النهارده في شويه الخرز دول هنعمل ايه النهارده. الغرزه اللي انا هعملها هتتعمل على طرف الشميز، وممكن تعمليها على عبايه، وممكن تعمليها على شنطه ليها كذا استعمال. هنشوف كده. بصي سهله قوي على اي ست بيت، اي حد، واحده مبتدئه هتقدر تعمل اللي انا هعمله ده. احنا كده دخلنا الابره والخيط كده، وبعد كده حطينا 3 خرزات، وبعد كده هنطلع بقى من جنبها كده. نيجي بقى، شايفين؟ هنيجي بقى هندخل الابره كده، هناخد كده بس. شايفين الغرزه داخله ازاي اهي؟ سهله قوي صراحه، بتخلي الشميز او العبايه ايا كان اللي انت بتعمليه هو بيمشي على حاجات كتير. حتى الشنطه تقدر تعملها على اي شنطه، بيتغير الموديل خالص. بصي احنا اهو كده، بعد كده بنخش في السودة، خلي وشها ناحية فوق، بعد كده ناخد واحدة بيضة، واحدة اسود، بس جمال. شايفة؟ انا هبطأ ايديا تاني عشان اللي مستوعبتش. طب احنا خدنا كده، شايفين الغرزة اهي؟ بنخلي وش الفتحة بتاعتنا، بصي من فوق ازاي. نطلع الابرة كده، هناخد خرزة بيضة، وبعد كده خرزة سودة، وبعد كده شايفين هندخلها فين كده من ورا. بصي مفيش فرق بينها والتانية، حاجة ايه بسيطة اهي. شايفين؟ عايزة اقولك انها يعني بتخلي الحاجة، بتعلي سعر الحاجة وبتديها قيمة ولمسة جمالية تحفة. بصي ادينا طلعنا اهي، هناخد الابرة ندخلها كده من فوق اهي. شايفين؟ ممكن تتعمل فيها حلول العباية، وممكن الطرحة تيجي على طرف الطرحة تشتغلي. بس بتدي شكل ازاي الطرحة، تديكي شكل حلو قوي. انا عايزه اقول لكم ممكن تعمليها في المفرش، مفرش سفرة ومفرش ترابيزة، بتبقى شكلها حلو. بصي متخيله المنظر كده؟ شايفه من ورا، شايفه من قدام. بصي واحد، ممكن تعمليها في مفرش. احيانا بيبقى في مفرش عروسه بتحتاج كده تجمليها تعمليها زي او حاجه زي كده، او مفرش سفرة عادي. الشميزات بتتعمل مثلا في الديل ممكن، او في الجنب كده، بيبقى شكلها حلو. الشنط برضو لو عملتيها في شنطة هتبقى جميلة قوي. اي منظر بتبقى الصراحة. الميزة بقى في الغرز دي انها بتمشي مع كله. اللي تحب تتعلم التطريز واحدة واحدة تتعلم، لا الموضوع بيكسب على فكرة، بيكسب قوي. ما شاء الله يعني. اللي تحب تعمل مشروع او تتعلم تشتغل حاجات، فمكسبه بيبقى حلو جدا. دي ممكن تعملها على طرحة، لو طرحة هي رجعت تاني موضة، او طرحة او شميز بتحطيها. ومش شرط الالوان دي، في حسب اللون اللي يعجبك. يعني في الوانات كتير، فممكن تعملي خرزة اكبر من كده
ممكن تعملي اللي جنبها اصغر، يعني الصراحة بتبقى مديها شكل حلو. ان شاء الله كل ست بيت هتقدر تعملها سهلة قوي، وهيفتكر انها واضحة جدا. بصي ندخل كده تبقى مسافة قريبة عشان تبقى ايه، دي عالية. بصي كده سهلة قوي، مفيش اسهل من كده. على فكرة انا عملتها على العباية من قدام، من ناحيتين، لان هي مفيش سوستة من قدام، فمعمولة مقفولة كده على اتنين، فاشتغلنا الجزء ده واشتغلنا الجزء ده في العباية. شكلها خطير، شكلها حلو قوي صراحة، جميل قوي. يا رب تعجبكم ان شاء الله. انتظرونا في حاجات حلوة كتير، في حاجات هنعملها بقى للشميزات والحاجات دي، حليات اكتر بالخيوط وبالخرز. بس الجمال انتوا ممكن لو عندك شميز قصر ولا حاجة ممكن تطوليه وتعملي غرزة فيه، او تحطي فيه لون قماش تاني وتشتغل عليه. مش هتبان خالص، يعني هتبقى شكلها حلو مش وحش برضه. بس كده احنا خلصنا هنا، نطلع كده وهنقفلها خالص. ايه رأيكم؟ اتمنى انه يعجبكم، ربنا يوفق الجميع. بصي لو ممكن انا عندي الصدر برضه تتعمل كده كحولين، ماشي، هتبقى شكلها حلو قوي كده.